ودي بقى يا سيدي الصفقة اللي كابتن محمود الخطيب رئيس المارد الأحمر النادي الأهلي بيبذل قصارى جهده مع نادي الشريقة الإماراتي علشان الصفقة دي تكون أحد لاعبي النادي الأهلي مع الانتقالات الشتوية المقبلة، أو في شهر 1 اللي جاي أو في يناير اللي جاي. اللاعب بيمتاز بأكتر من حاجة يا جماعة. سريعا كده مع لقطات اللاعب أقول لكم إن اللاعب بيمتاز بأهم حاجة محتاجها النادي الأهلي في الوقت الحالي، وهو التسديد عن بعد. يعني اللاعب عنده إمكانية ان هو من خارج المنطقه تماما يقدر يسدد ورجليه تقول متساويه بالظبط مع المرمى، يا اما الحارس يصدها بصعوبه يا اما الكوره تسكن داخل الشباك. القصه باختصار ان اللاعب ده يا جماعه بنسبه كبيره جدا هيكون احد لاعبي النادي الاهلي، علشان كابتن محمود الخطيب ليه دلاله كبيره جدا على نادي الشريقه الاماراتي. دي كانت بعض اللقطات بتاعه اللاعب. هنتكلم ايضا عن هقول لكم برضو عن اللاعب سنه ومركزه والكلام ده كله، هنتكلم في كل التفاصيل. هنتكلم برضو عن موضوع محمود عبد المنعم كهربا والحديث اللي بقاله فتره كبيره جدا شغال وعايزين نشوف الخلاصه بتاعته ايه. هجيب لكم خلاصه الخلاصه في الوقت الحالي واللي جد ايه بالظبط. هنتكلم ايضا عن المستشار مرتضى منصور وتصريح المستشار مرتضى منصور وقصته مع جمهور نادي الزمالك، لان تكاد تكون الازمه الوحيده اللي واقفه قدام المستشار مرتضى منصور في الوقت الحالي هي الناس اللي بتحب الفريق الابيض، هي الناس اللي بتحب نادي الزمالك، وهو موضوع جمهور الزمالك وفين الصفقات وفين الفلوس وفين الكلام ده كله. هنتكلم في كل تفاصيل الموضوع ده. وقبل اي تفاصيل، يا مساء الفل على حضراتكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، واهلا بكم في حلقه جديده ومهمه من حلقات برنامجكم ملعب القاضي. ملعب القاضي طبعا اللي بيبذل قصارى جهدي علشان يجيب لكم اهم وابرز الاخبار اللي تخص كره القدم وبالتحديد كره القدم المصريه. لو انت مش مشترك في القناه فانت اكيد عملت اشتراك في القناه وفعلت زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، ويا ريت كمان لايك للفيديو ده لان اللايك هو الشيء الرئيسي اللي بيخلي الفيديو يوصل لكل الناس. فاعملوا لايك للحلقه دي. عثمان كمارا لاعب ده سنه ايه بالظبط؟ سنه 21 سنه، يعني داخل في ال 22 سنه. سنه صغير، لاعب مهاري، لاعب زي ما قلت لكم في الاول بيمتاز بانه بيعرف يصوب، مركزه مهاجم، بيعرف يصوب من خارج المنطقه تماما، مش منطقه الجزاء بس، لا ده بيعرف يصوب من خارج المنطقه تماما. وعايز اقول لك ان رجليه كده زي ما تقول كده متساويه على المرمى، على العارضه بالظبط كده. يا اما الحارس بيصد الكره بصعوبه يا اما الكره بتدخل، وحضراتكم شفتوا اللقطات دي في بدايه الفيديو. ايه القصه بالظبط من الانتقالات الصيفيه اللي فاتت او قبل بدايه الموسم اللي احنا فيه في الوقت الحالي؟ اللي حصل ان عثمان كمارا كان احد المرشحين وبقوه للنادي الاهلي، طبعا مع تقلب الامور داخل القلعه الحمراء وتبديل اكتر من مدرب في الفتره اللي فاتت دي، فالموضوع كان فيه لخبطه شويه. مفيش مدرب استقر. يعني مثلا نيجي النهارده مثلا النادي الاهلي ما قدرش ان هو يعمل غير 3 صفقات بس: برونو سافيو، مصطفى سعد ميسي، شادي حسين. دول ال3 لعيبه اللي النادي الاهلي يعني عرف ان هو يخلص صفقاتهم. ولكن لو هنتكلم في الشكل الحقيقي، انت عندك كان اكتر من صفقه. احنا كنا بنتكلم على صفقات مهوله، اعداد رهيبه كنا بنتكلم عليها، وبالفعل اعداد رهيبه. النادي الاهلي ما خلصش غير ال3 صفقات دول من 10 او 20 او 30 سيره ذاتيه او سي في ما كان موجود على طاوله كابتن محمود الخطيب واداره النادي الاهلي بشكل عام. فالنادي الاهلي ما قدرش ان هو يخلص غير ال3 صفقات دول. من ضمن الاسماء اللي كانت اقتربت وبقوه مارسينو اللاعب البرازيلي، من ضمن الاسماء اللي اقتربت وبقوه عثمان كمارا اللي احنا بنتكلم فيه ده. يعني عثمان كمارا ومارسينو هما الاثنين كانوا اقرب بكتير جدا من الانتقال للنادي الاهلي، ولكن مارسينو هو يا جماعه مهاري بشكل كبير جدا، هداف بشكل كبير جدا، جناح مميز جدا جدا جدا، وهتلاقوا فيديو بتكلم فيه عن كل التفاصيل وجايب لكم لقطات مارسينو هتلاقوه على قناتي. الراجل ده يا جماعه في الوقت الحالي هو اقرب من عثمان كمارا علشان اكون واضح اكتر مع حضراتكم، لان اللي متمسك بيه وهو المدير الفني. واحنا عارفين قرار الصفقات، قرار اختيار اللعيبه بيبدا من المدير الفني، انا محتاج ايه وعايز ايه، فهو ده الشكل الاساسي. فلما نيجي نتكلم مين الاقرب، هل مارسينو اللاعب البرازيلي ولا اللاعب الغيني عثمان كمارا لاعب الشريقه الاماراتي صاحب ال 21 سنه، مع العلم ان مارسينو سنه معدي، يعني سنه 27 تقريبا او 28 سنه، يعني سنه يعتبر كبير شويه، ولكن الاقرب هو مارسينو اللاعب البرازيلي. مين هيجي بالظبط ما اقدرش احدد لك مين هيجي بالظبط، ولكن كابتن محمود الخطيب دلوقتي بيتكلم مع نادي الشريقه الاماراتي اللي طالب رقم تاريخي، رقم كبير جدا، وهو 3 مليون دولار، لانه بيقول ان ده لاعب من اهم ركائز الفريق اللي موجوده معايا، لاعب من اللعيبه المميزه اللي موجوده معايا، فانا مش هضحي فيها بسهوله. ده كلام نادي الشريقه الاماراتي، مش هضحي في اللاعب ده بسهوله. طب يا عم نعمل لك ايه، نسوي لك ايه؟ هو ده كلامه، هو ده تفسيره، هو ده دنيته، هو ده كلامه، هو ده تفسيره، هي دي دنيا نادي الشريقه الاماراتي. عايز 3 مليون دولار.
كابتن محمود الخطيب بيتكلم معاهم دلوقتي وبيقول ان هو ليه علاقته قويه جدا بيهم، وبالتالي هو ده اللي ممكن يخلي الصفقه تتم يعني بسرعه ممكن الصفقه تتم، هو موضوع علاقه كابتن محمود الخطيب بنادي الشارقه الاماراتي. اللي حاصل في الوقت الحالي ان كابتن محمود الخطيب الراجل شغال على انه ينهي الصفقه مع نادي الشارقه الاماراتي. دي القصه باختصار. ننتقل معاكم لموضوع مين بقى؟ محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الزمالك السابق وافس البرتغالي السابق ونادي الاهلي الحالي، والقصه الكبيره جدا اللي حصلت من نادي الزمالك ومحمود عبد المنعم كهربا وغلطته ان ساب نادي الزمالك ولا مش غلطته. طب ايه القصه بالظبط؟ طب افس البرتغالي اللي كان هيدفع نص الغرامه بتاعه محمود عبد المنعم كهربا اعلن افلاسه. ما هي القصه ان الراجل ده اعلن افلاسه، افس البرتغالي اعلن افلاسه، وبما ان افس البرتغالي اعلن افلاسه فمحمود عبد المنعم كهربا اوريدي هيتضر، اوريدي هيتاذي، لان هو اللي هيشيل الغرامه في الحاله دي. المفروض ان هو كان هيشيل نص الغرامه، محمود كهربا هيشيل نص الغرامه وافس البرتغالي نص الغرامه. الاثنين دلوقتي عايز اقول لك مش عايز، بلاش اقول بالله عليكم بلاش اقول، ولكن افس البرتغالي اعلن افلاسه، النادي قفل، النادي ضاع، النادي اتدمر، كل حاجه انتهت. اللي هيشيل الدنيا دي كلها هو محمود عبد المنعم كهربا، يعني اللي هيشيل الزيطه دي كلها هو محمود عبد المنعم كهربا. الموضوع اللي جد بقى ايه بقى بالظبط؟ اول حاجه طبعا جدت وحصلت وعملت ضجه كبيره جدا على مواقع التواصل الاجتماعي ويكاد يكون ما فيش حد ما اتكلمش فيها، وهو الناقد الرياضي الساخر في هذه الحاله، لان طبعا في هذه الحاله لازم نقول الناقد الرياضي الساخر، وهو كابتن خالد طلعت او الصحفي الرياضي كابتن خالد طلعت. خالد طلعت اتكلم امبارح وقال لك ان في 2022 اغسطس 2022 قال لك ان النادي الاهلي مش هيتم تاجيل فرض دفع الغرامه لنادي الزمالك علشان ما يستغلهاش في الصفقات. طيب قال ايه تاني؟ قال لك في نوفمبر 2022 قال لك كذا كذا عشان خاطر الصفقات، الاهلي هيأجل عشان خاطر الصفقات. في 2030 نفس الكلام عشان خاطر الصفقات. بمعنى كلامه هو الاهلي هيدي الغرامه او محمود عبد المنعم كهربا هيدي الغرامه لصالح نادي الزمالك امتى؟ هو ده اللي بيتكلم فيه الراجل ده. طيب طلع علينا برضو الاعلام محمد فاروق امبارح وقال لك كده حاجه مميزه جدا، وقال لك النادي الاهلي خلص كل حاجه وعقد جلسه كابتن سيد عبد الحفيظ رئيس النادي مدير الكره بالنادي الاهلي عفوا، ووكيل اعمال محمود عبد المنعم كهربا ومحمود عبد المنعم كهربا، وقعدوا يتكلموا في الموضوع ده. قالوا ايه بقى في المواضيع دي يا سيدي؟ قالوا باختصار شديد جدا كده ان محمود عبد المنعم كهربا هياخد 20 مليون جنيه مستحقاته المتاخره من النادي الاهلي، ودي اول جزئيه. الجزئيه الثانيه هيتم يعني عمل اعلان او انهم خلاص كده هيتفقوا مع شركه الاتصالات الراعيه للنادي الاهلي وبنك اماراتي تقريبا. قال لك ان الاثنين دول هيعملوا ايه بقى؟ الاثنين دول هيتم او الموضوع هيخلص من خلالهم. الموضوع هيخلص من خلالهم ازاي؟ ان الموضوع هيدفع الغرامه من خلال دول. دي القصه بتاعه النادي الاهلي، يعني عمل اعلان، غير عمل الاعلان ايضا هيكون فيه الحاجه اللي هو طبعا 20 مليون جنيه اللي هم متاخرين، وبكده تكون الموضوع خلص بتاع النادي الاهلي. ده اخر حاجه حصلت من داخل النادي الاهلي. طيب المستشار مرتضى منصور وقصته مع جمهور نادي الزمالك. جمهور نادي الزمالك طبعا بيطالب المستشار مرتضى منصور فين الصفقات الشتويه اللي هتعملها. قال لهم هو في فلوس؟ ما هو انا مش معايا فلوس عشان اجيب لكم صفقات، ايه البجاحه دي؟ ايه اللي مش عارف ايه؟ فضل يقول كلام كتير جدا بخصوص الموضوع ده. لو انت شايف ان جمهور نادي الزمالك ما بيحبش نادي الزمالك يا مستشار مرتضى منصور، فده غلط عندك كبير جدا، لان هو بيعشق نادي الزمالك واكتر من اي حد. غير كده ان هو الراجل حلم عمره انه يشوف نادي الزمالك في تقدم، فكان المفروض ان الرد يكون اشيك من كده على جمهور نادي الزمالك، ودي من وجهه نظري انا. لو طبعا انت ايه رايك في رد المستشار مرتضى منصور؟ رايك في التعليقات، واعمل اشتراك في القناه وفعل زر الجرس واعمل لايك للفيديو ده.